لون الزعفران ونكهة الزعفران، بالإضافة لأنه احنا طبخناه أساسا مسبقا بطريقة بسيطة. الشكل هذا ضروري عندي. طبعا هو احنا سلقناه ماء وملح، بالإضافة إلى كمية بسيطة من توابل اللحم اللي هم راح تكون عندي ورق الغار وحبات جزر والبصل وغيرها. التفاصيل هذه كلها ضفناها حتى نعطي نكهة اللحم أثناء عملية السلق، وبعدها راح نبدأ عليها عملية الشوي. طبعا عندي هنا مثل ما تشاهدون اللحم راح ابدا ادخل الفرن حتى نبدا عليه عمليه الشواء. عندي هنا مثل ما تشاهدون الدجاج عندي ايضا هنا. راح ابدي اخذ قطعه دجاج بهالطريقه هذه. عندي القطعه كامله ومطروقه وجاهزه وضع الحشو بداخلها. ابدي اول شيء اخذ فلفل الوان، طبعا الاحمر عندي حاضر بشكل مباشر. ايضا خليني اخذ فلفل اخضر، بسم الله، حبه فلفل اخضر، حبه بصل، عندي هذا الخبز ضروري نحفظه بكيس حتى يبقى محافظ على طراوته ما ينشف، اللي هو خبز الصاج، ابدي اقطع الان فلفل جوليان، بالشكل هذا. عندي هنا، ويا ريت الكاميرا تكون عندي على الدجاج على شكل الدجاج حتى يبين دجاج. عندي دجاج هنا صار جاهز. صعد هني فوق ونزله. نعيم ايش تسوي هسه؟ والله شيف فراس انا بلشت هسه حاليا بالفطور الصباحي. نعم. اول ما بلشت بالجبن. نعم. جبن الكريمه. راح اكمل جبن الكريمه بين ما تكمل الطبخ لان احتاج الطباخ شويه. نعم. على مود احمس اللحم ان شاء الله والفلفل والبصل. انا هسه دا اجهز لك الفرن. عاشت ايدك. بدا عندي الفرن عاشت ايدك شيف فراس. يسخن عندنا على درجه حراره على درجه حراره 250. الفرن الان صار عاشت ساخن. ايدك هو كلش رايق. عندي هنا تمام. ابدي اجهز لك اللحم. اي والله شيف لا ماكو زحمه عليك. شنو يعجبك اخليه وياه بالحشوه؟ بس الفلفل والبصل بس. البصل خلاص. بسم الله. انا عندي هنا فلفل اخضر ايضا. هذا الفلفل جاهز عندك. راح ابدي مثل ما تشاهدون اجهز فلفل. عندنا اتصال من ام ياسر من دياله. ام ياسر السلام عليكم شيف. السلام ومرحبا ام ياسر، نورتينا، جمعه مباركه. نوركم، الله يسلمك، جمعة مباركة عليك وعلى الضيف اللي وياك وعلى الله يسلمك، شكرا جزيلا. شلونك شيف؟ شلون اخبارك؟ والله انت مبدع باكلاتك ومراتك سهينه بس ما نعرف نسويها، ما تصير نفسك. لا مو صعبه ترى، كلش سهله والله، ما دا اسوي شيء غريب. والله ما ادري بعد انت الخير. اي شيء يصعب عليك امانه الله ورسوله، انا اخوك، اي شيء صعب توصلوا وياي وانا حاضر بخدمتك.
والله هم استحي شيف كل جمعه اخابرك واسال. لا بالعكس، اخوك انا اخوك. اتشرف بك اخ عزيز على راسي. الله يوفقك ويسلم راسك. وكادر العراقيه هم ما يقصرون، كلهم راقي وكلها ناس طيبه، الله يحفظكم. الله يوفقك، احنا ولد كل بيت عراقي طبعا، واهلكم واخوانكم في كل وقت. الله يسلمك. في بلا زحمه، بس ردت اسالك اني حايره. ناس يقولوا لي لا تستعملي، ناس يقولوا لي استعملي. ورق الغار شنو فائدته يعني باللحوم وبالاكلات وبالشغلات؟ ورق الغار؟ ايه ممكن اسمعك نكتب فاز؟ لا، هو ورق الغار بعينه، هو على العموم هو عباره عن ماده مطيبه، اضافه الى هذا انه اوصى به الرسول يعني باستخدامه بكثره، سواء مع البخور او مع الطبخ. يعني هي ماده مطيبه، بنفس الوقت تسحب الزبد او الزفره من اللحوم. عندنا احنا كطبخ ماده تسحب الزبد والزفره من اللحم، يعني احنا دائما نضيفها مع الدجاج، مع الاسماك، مع الروبيان، مع اللحم الاحمر بالطبخ، نضيف كم مرقه. هذه هي عباره عن سحب لكل رائحه الزبد او الزفره بالتعاون مع باقي الخضروات. طبعا هو ماده عطريه ميربوا يعني احنا نسميه. ايه تسلم. انا لان بس هاي الشغلات امن بيك. يقولوا لي مو زين، ويقولوا لي مرات ناس يقولوا لي هاي مو ورق الغار، وما اعرف يعني انا حايره. لا لا بالعكس، احنا نستخدمه بكثره، وكعمل بالمطبخ نستخدمه بكثره، لانه ماده تساعد على سحب الزبد او الزفره من اللحوم، وبنفس الوقت هي ماده عطريه. تسلم تعيش. الله يخليك، شكرا جزيلا شكرا جزيلا، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، انا عندي هنا القدر الخاص بالمندي، الرز طبعا. انا بديت اسخنه الشكل، سخن الزيت. ايضا اخذ كميه من الماء، هالشكل، واضيف المي. بسم الله. نعم، ايش تسوي؟ والله انت حبيبي شيف هاي فراج، شغلاتك من جزء من عند اللوحات. طبق الفواكه اكيد لازم يكون على ويا الفطور. او طبق الخضره. طبق الخضره. نعم. جاي اشتغله بالجبن. يعني هسه احنا اليوم الفطيره بدنا نسويها هي خاصه بالفطور الصباحي. خاصه بالفطور الصباحي، هي تنوكل عادي حتى العصر حتى نعم. بالليل، بس مخصصه هي الفطور الصباحي، فشيء تكيته حلو. نعم. وبسيط، وبنفس الوقت مو مكلف، بس اهم شيء التزيين مالته يكون حلو جميل. نعم. على مود واحد يفتح النفس يعني. يفتح النفس. اي. فهسه جاي اشتغل بيه، بلشت بالخيار وبلشت بالجبن. نعم. وان شاء الله ساكمل الكيال وراح اشوفه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، انا عندي هنا بدا يسخن الزيت. راح ابدي اول شيء اسويه اقطع بصل. بسم الله. طبعا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله في الايام القليله القادمه راح تكون عندنا حلقه خاصه على اتيكيت ترتيب الاطباق الحديثه. تكون مختصه عن طريقه ترتيب الطبق، كيفيه تجهيز هذه الاشياء اللي توضع بالطبق. يعني اكو عندنا مثلا اكو نقاط، اكو اشياء تكون نسحبها احنا بالملعقه، صلصات، تفاصيل، كلها راح نسولف عليها ان شاء الله في حلقه واحده بشكل بسيط، ونعد طبق سهل وبسيط جدا يمثل الاطباق الحديثه. أنا عندي هنا البصل ضفته في القدر، هذا الخاص بالمندي. بس أحرك خضروات. خلاص راح نضيف الآن اللحم. بسم الله. لحم عندنا، لحم العجل الأحمر، لحم عجل أحمر خالي من الشحم، مو شيف؟ نعم. لحم عجل أحمر. اللحم يكون ناشف افضل. ناشف بدون أي دهن. بدون اي دهن. لحم عجل مفروم. هالطريقة هاي ضفناه في داخل المقلاة. طبعا نضيف ملح، نضيف شوية فلفل أسود حتى نعطي نكهة للحم.
نضيف ايضا شويه توابل اخرى، انا راح اختار توابل اضيفها نعيم رخصتك يعني. براحتك يا حبيبي. أنطر طبعا شوية هذا فلفل. مرخصة شيف فراس. طبعا اي لحم يزود مثلا من ناحيه كغداء او عشاء او حشو يقدرون يشتغلوه بالنسبه بالنسبه للسندويشات الصباحيه او الفطور الصباحي. نعم. يعني مو ملزمين اي حشو، يعني هم نعم. مخيرين. ممكن اي بقايا لحم اي عندنا. بقايا لحم عندهم. حتى من طبق سابق يعني. نعم. احنا اللي سويناه هسه مشاهدينا الكرام، ضفنا بابريكا، ضفنا اعشاب، وضفنا فلفل اسود، وضفنا الملح، وبديت اقلب الان اللحم مع البصل والفلفل الاخضر اللي شوحته مسبقا. دقيقه واحده نحتاج دقيقتين يتشوح الكل، وبعدها نهدئ الحراره حتى نبدي نطبخ على نار هادئه. عندي هنا اني بسم الله الرحمن الرحيم، عندي طبق او قدر نجهز به البصل الخاص بالمندي. المندي عندي هنا البصل يحتاج الى وقت حتى يتشوح. بهالاثناء هاي ايش راح نسوي احنا حتى نشوح باقي التوابل وننطي نكهه؟ ناخذ رشه فلفل اسود. يا ريت كاميرا عندي هنا حسين، شويه فلفل اسود حب، فلفل اسود حب حسين. عندي هنا فلفل اسود حب شويه للتمن. ايضا قرنفل، القرنفل شويه نكون حذرين به، ناخذ كم حبه بسيطه قرنفل للنكهه. ايضا عندنا قرفه او دارسين بهالشكل هذا. عندنا شويه توابل اعشاب رشه بسيطه. ايضا عندنا كمون حب ننطي رشه بسيطه. هاي كل هاي المواد تدخل عندي في التتبيل، بالاضافه الى البابريكا اللي راح اضيفها فيما بعد مع الرز. عندما نضيف الرز ايضا عندنا البابريكا، عندنا فلفل اسود، هاي كلها راح نضيفها فيما بعد. انا ضفت المواد هذه بالاول هنا لانه هاي تعتبر يعني حب توابل، حب تحتاج الى وقت حتى تتشوح. احنا نستغل هذا الوقت ونجهز تفاصيلنا به. نبدا نحرك الان اللحم. اللحم بدا عندي يجهز بشكل كامل وسريع. بسم الله. بس اخذ الغطاء واغطي القدر. نعم ايش سويت؟ جاسم الطبق ثواني راح نشوف. تسوي علم العراق؟ اكيد. عاشت ايدك. طبعا عندنا سوالف هواويه يا نعيم على المشاركات الدوليه اللي ابرز بيها علم العراق وشعار الدوله العراقيه من خلال الطعام. يعني بطل جدا، ساعدنا كثير في ابراز هاي المهارات والتفاصيل من خلال طبعا الفخر يكون لك اولا. الله يحفظك. انا فراس مقصر والله، محترم. ما مسوي شيء يعني. محكم دولي رائع جدا محترم. البلد العربي كله يحبك. الحمد لله والشكر لله. انسان محبوب. هسه مشاهدينا الكرام احنا اكو عندنا صور او ما عدا صور بعد قليل راح نعرضها ان شاء الله على مشاركات نعيم ابو القص في المهرجانات الدوليه. راح نسولف بيه بتفاصيل كامله. راح تكون يعني عندنا وقت للسوالف على هذا الموضوع. ان شاء الله. عندي هنا مثل ما تشاهدون الدجاج. خليني بس هسه ابدي اشوف. هذا اللحم الخاص بالمندي. نعم وين وصلت؟ والله قريب ما اكمل حبيبي. انا مشاهدينا الكرام ايش راح اسوي الساعه السريع؟ راح ابدي الف الدجاج حتى بعدها نتفرغ ونسولف ويا نعيم براحتنا. نستغلها ابشع استغلال اليوم بالسوالف. والله اليوم كلش فرحان بشوفتي بيك. شوف فراس الذهب. انا عندي هنا رشه فلفل اسود داخل الدجاج. يا ريت حسين يمي. رشه ملح بسيطه.
فلفل اسود و نعومي حبيبي. شويه بس ارفع راسك حتى الكاميرا يقدر ياخذني نعم المصور. لا ماكو زحمه عليك. نبدي نضيف ايضا شويه بابريكا في الداخل لاعطاء النكهه. اليوم وين ذكرتني طلعت الصور؟ ذكرتني مسابقه الاردن، مسابقة الأردن. كانت بها شويه صعوبه في وقتها. اي والله انا يومين اشتغل بها، شفت ايش قد اي تعبت فيها. عاشت ايدك والله. نبدي شو نسوي هسه؟ بعد ما ضفنا الفلفل الالوان، ضفنا الاعشاب، راح نضيف شويه معدنوس. المعدنوس ضروري جدا او الكرفس لسحب الزبد او الزفره اذا موجوده بالدجاج. طبعا الليمون، بس اجيب حبه ليمون. بسم الله. الليمون ضروري جدا لاعطاء النكهه ايضا للدجاج. فشو نسوي احنا؟ ناخذ عصره ليمون شويه في قلب الدجاج. ما نحاول نكثرها، الدجاج لازم يصير طعمه حامض هنا بهذه الطبخه. هذه طريقه فرسل الفرنسيه او الفاكسيل، لازم ما يكون بها دجاج حامض. نبدي نلف بهالطريقه وبهالشكل نبدي نلف. هسه راح نلف قطعه ثانيه ايضا. هاي القطعه الاولى. بسم الله. بسم الله. نبدي ناخذ الدجاج بهالشكل هذا، نوضع القطعه الاولى اللي لفيناها هنا. بعدها راح ناخذ القطعه الثانيه. بسم الله. هاي عندي هنا. نبدي ايضا نضيف شويه ملح في قلب الدجاج. يعني نحرك التوابل. نضيف الرز. بسم الله. رز مغسول ومصفى بدون ما ينقع. راح نضيف له مي احنا كميه شوف فراس كافية. ولا قاطعه كيف. بس بالنسبه للعرض هنا اي خلي عندك هنا. تقدر تشوفها. هذا طبعا ما راح ناخذه هسه الا ناخذ المعادل الصوري مال اوكي المسابقات الدوليه. هسه ترجع كمل شغلك بعد خلص. ماشي. طبعا نعيم من يشتغل بهيك مواضيع يتيه الشغل يعرف الباقي كله. هو لازم. ورد بالنسبه نعيم. للشغل الشيف فراس تدري الاكل هو نظره تاكل. نظره ونفس. نظره والنفس اكيد موجوده. هذا الشيء لازم يعرفوه. شيف نعيم هذا اللحم اعتقد صار جاهز. عشت ايدك وزحمتك وتعبتك لا لان تدلل. طباخك فتعرف تشتغل عليه. تدلع حبيبي. شكرا لك. اقدر اسحبه؟ اي تقدر. شكرا. براحتك. عندي هنا مشاهدينا الكرام الرز راح نقله هنا. نحول المي هنا. خلاص بعد احنا نحتاج فقط المي يغلي. ايش راح اسوي؟ راح نعيد الكره مره ثانيه على الدجاج. يا ريت استاذ تكون عندي الكاميرا هنا. هذه عندي هنا. شو موجود عندي؟ عندي فلفل الوان حطيناه في قلب الطبق. راح نضيف توابل اعشاب يعطى النكهه. ايضا بابريكا شويه نضيف، وفلفل اسود شويه. هذه كلها الماء للنكهه. شو عندنا هنا ايضا؟ عندنا رشه بقدونس مفروم. خلي هنا يكون اكثر ماكو مشكله. ونبدي نلف دجاج الفارسيل بهالشكل. نبدي نلفها بهدوء. طبعا دجاجه مخليه من العظم، هاي نصف دجاجه، والنصف الاخر احنا لفيناه وجهزناه. نرجع نلف بهالطريقه هذه، وانا نخليها بصف هاي الدجاجه ونسندهم واحده على الثانيه حتى نحاول قدر المستطاع انهم ما ينفتحون. البعض يقول لك انا ممكن اغلفه بالورق السيليفون وورق الزبده. اقول لا، اقول لا، انا اللي اريد ياخذ تحمير وياخذ طبخ على نار هذا بدون تغليف، لانه بدون عظم اولا. ثاني شيء النكهه مالته راح تكون اكثر تركيزا اذا ما غلفنا. اذا غلفناه راح يطلع المي مالته برا، يبقى صح هو داخل السيليفون لكن يطلع من عنده يكون برا. هسه احنا بعد ما ضفنا عصير الحامض ايش راح نسوي؟ راح نعطي رشه بسيطه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم للدجاج.
كميه بسيطه ونرجع شو نسوي؟ ندخل الدجاج الى الفرن. عندي هنا اسمح لنا الشيف فراس. تفضل. طبعا عندنا هذا الخبز، خبز عندنا الصاج. اتصال بس العفو. الو. نعم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن نشارك؟ منو انا؟ بقايا من بغداد. يا مرحبا نورتينا، اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضلي. ممكن اكلم الشيف؟ ايه تفضلي انا واجد. فراس. اريد اسالك على مود كباب العروق. أي نعم. والحلاوه ومقادير حلاوه الشوكولات. نعم. تريدين انطيك مقاديرهم اثنينهم كباب العروق والحلاوه الشوكليت؟ ايه. امرت امرين، هسه نجاوبك انا والشيف نعيم تدللين. تحياتي لكم الكادر. شكرا جزيلا شكرا. شيف نعيم. نعم. راح تبدي تعد اول قطعه من أول قطعة قمر راح زمان، أعد. فطيره نعم. قمر زمان. قمر الزمان. يلا اوكي. اوكي. توكل طبعا بالله. انا عندي خبز الصاج. نعم. هذا الخبز الصاج اي واحد. خبز يقدر الصاج يشتغل. موجود متوفر بكثره بالاسواق. متوفر بالأسواق. هو تورتيلا، معناها خبز التورتيلا. اي نعم. شيء سهل وبسيط واقدر نعم. اي واحد يقدر يشتغله. نعم. طبعا نحتاج الخبزه، طبعا بالنسبه للحشو هم مخيرين يعني شو يحبون يخلون جبن او لحم او بطاطا، شنو اللي عاجبهم هم مخيرين، بس انا اليوم راح اشتغله بالجبن نعم. وراح اشتغله باللحم. طبعا اكيد عندي هاي الخبزه مثل ما تشوفوها، احتاج بيضه، قطعه بيضه واحده. اوكي. عصره بسيطه من الليمون على مود الزفره مال البيض. نعم. ابدي اصبغ الخبزه بهاي الطريقه هالشكل. الحواشي مالتها على مود تلزق من اطبقها. طبعا يا ريت تنوه للمشاهدين تقول لهم انه انت ضفت كميه بسيطه من لون لونها. الزعفران وطعمه مع زعفران البيض. اكيد هم مخيرين بالنسبه للزعفران، نعم. بس بالنسبه للبيض لازم يشتغلوا بهاي الطريقه هالشكل لحد ما تلين الخبزه على مود يقدرون يلزقوها. نعم. هاي بالنسبه اضيف لها كميه جبن اللي اريدها اني، يعني تقريبا 100 غرام من الجبن. بعد رشه صغيره من الكرفس اقدر اضيف فوقها. هذه فقط جبن. ها فقط جبن. فقط جبن. زين نخليها شويه نعناع. انا اشتغلت الكرفس شويه يكون اطيب، انا احباب الكرفس اشتغلتها يعني كل من وذاقه هو. طعم الكرفس تقريبا هو الطعم الشعبي العراقي الشعبي المتدارج العراقي، او نعم، المتداول. اشتغلته بهاي الطريقه هيك شويه يكون افضل. بس تخلي الكميه قله من الكرفس. لا اذا صارت هواي صار مره صح تطمروره. هي صح. تطمروره. هي المعلومه اللي تعطيها. شوفوا مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين راح اطبقها بهاي الطريقه هالشكل وابدي ادوس بها اضغط عليها بهالطريقه هاي. شغلتها كلش بسيطه. بعد ما لزقت هالشكل تشوفون يعني ابدي اصبغها من فوق وارشلها السمسم وحبه السوداء اللي هي حبه البركه. هاي هسه تروح للفرن. درجة الحرارة الفرن تخليها بالصينيه، خلي 3 بالصينيه حتى ندخلين الفرن. اي ماكو مشكلة. فرج قد درجه الحراره مالت نعيم؟ المفروض 180 180
فوق وجوا، بس بعد من هنا الفرن مالتكم اكيد يختلف. تاخذ 5 دقائق عدل او اكثر؟ تقريبا اقل. لان ادهن لك الصينيه شويه ادهنها؟ نعم لا ما يحتاج. اي ما يحتاج كل ما شيء. ليش دا اقول لك هيك شيء حتى المشاهد يعرف انه لا. الصينيه ما دهناها. اي لا بدون دهن. على حراره هذه راح تنشوي. على حراره هذه. اي هسه راح نبلش باللحم. نعم. نفس الحاله. اما نصمغها بالبيض. نضيف كمية اللحم، بعد هم مخيرين لحم دجاج شنو عاجبهم، اكو نعم. قسم ما يقدرون ياكلون لحم الصبح او شيء، يقدرون ياكلون دايت. ممكن دجاج ممكن حتى خضروات يعني هم إيه يجهزوها. يعني شيء مخيرين، بس انا حبيت اشتغل اليوم بهاي الطريقة، هيك لحم محموس او اي لحم يزود عندكم من ناحية نعيم اذا اشتغلناها بكميه بطاطا معينه نعم يعني بتيتا مسلوقه بلي حطينا بداخلها وشويه جزر وبزاليه والتفاصيل هذه نعم تمشي؟ تمشي اكيد. طبعا المخرج من البصره راس صح الله ايه ذكر بالسموسك. حيا الله البصرة، اخواننا اصدقائنا كلهم حبايبنا البصره إيه. زباين كل شوية من البصرة. حبايبنا اللزم على قولة الدين ها؟ اي اكيد. نوجه سلامنا لهم طبعا، اهل البصرة طيبين. عندي هنا الرز ايضا أنا الخاص بالمندي بدا يجهز، يعني بدا بالشكل هذا يجهز. ضفنا له شويه كركم احنا وشويه ملح حتى نطبخه وبدا ينشف. راح نغطيه ونتركه على نار هادئه الى ان يكمل. نشوف نعيم ايش سوى. هاي مثل ما تشوف شيف حبيبي، هاي كملت الثانية. نعم عندي واحدة باللحم وعندي واحدة بالجبن. نعم هاي جاهزة، بس ندخلها للفرن ونشوفها ايش راح تطلع. ممتاز. نعيم نزل لها اقل ابعد شيء خليها بالفرن بعد جوا. شيء جوا. بسم الله بسم الله. عاشت ايدك. هذا بالنسبة للخبز لازم ينسد على مود اذا يبس، اذا يبس ما يقدرون يشتغلوا، لازم ينسد. نعم سوينا بعد اثنين. تؤمر اي والله لف اثنين بعد. تؤمر. مشاهدين الكرام هذا الرز مثل ما تشاهدون انا بديت اطبخه بهدوء حتى المي اذا انطيه على شكل مراحل اساقيه حتى احاول قدر المستطاع انه شنو انطي نكهه المندي. يعني ما اريد يكون بنسبه مي اكثر ويكون هالشكل. ايش راح نسوي؟ راح نبدي نهدي الحراره اسفل الرز حتى يهدي يستوي على كيفه. هاي حشيتها جبن؟ لحم. ها؟ لحم. لحم. نعم. هاي لازم اقفلها على مود يختنق ينحصر بها الهواء على مود تنفخ، يصير شكلها كلش حلو. تطلع قطعه منفوخه باثناء الشغل. نعم. نعم. تحتاج صينية دخ. هاي صينيه ثانيه سجل. بسم الله. خليه هنا حتى بعدين ندخل الفرن. تمام. بسم الله. خليها خلاص. هاي هسه جاهزة. راح اشتغل لك واحدة لوخ بالجبن. ما مخليها عندك على التختة من تخلص حتى بعدين ندخلها وراها هاي القطع. تمام. يعني هاي بدها تنشف عند القطع. اكيد. بسم الله ما شاء الله بدها تنشف. وبدت تتحمر ايضا. انا ايش راح اسوي؟ راح ابدي انزل القطع للاسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عندي قطع لحم المندي صارت جاهزه. حمرناها وكملنا. ننزل الدجاج وين للاسفل حتى يكمل استواء. ايش راح نسوي هسه؟
نرفع القطع للأعلى. بسم الله. بسم الله بهالشكل هذا. والله استاذ يا ريت الصور وبعدين الفيديو. يعني موضوعها كلش مهم، موضوع المهرجانات الدوليه. واعتقد انه يعني بدا التشجيع من الحكومه من قبل دوله رئيس الوزراء والحكومه على هذه المشاركات لجذب السياح الى العراق. ان شاء الله قريبا راح يكون عندنا مهرجان قوي في العراق، راح تحتضنه محافظه اربيل اللي هو مهرجان طهي الدولي الاول في العراق، واللي راح تحضر به اكثر من 20 دوله ما بين عربيه واجنبيه باذن الله او ما يزيد عن ذلك. نبدا ناخذ الصور استاذ. صور نعيم في المسابقات الدوليه. نعيم بدك شكرا لك تفرغ لي حتى تسولف لي على كل صوره وعلى كل التفاصيل. ان شاء الله فارغ. اي احكي لنا شويه. اي نعم. انطينا الصور استاذ. الصوره راح تظهر على الشاشه حتى بعدها من نكمل الصوره راح نسولف ونجاوب على الاسئله اللي سالناها. تمام. هاي الصوره احكي لنا نعيم. طبعا انا من مهاراتنا احنا كعراقيين وابطال فحبيت اقدم هذا الشيء، هاي اللوحه الفنيه مثل ما تشوفوها امامكم، الرسم الجمهور العراقي واسم العراق جوا، وتاج الملك الاردني واسم الاردن. طبعا هاي اشتغل بها انا يومين باشراف المحكم الدولي الشيف فراس الطائل المحترم. باستمرار يعني يوما انا بدون انقطاع ظليت اشتغل بها، والحمد لله وشكر حققنا في شيء حلو من خلال عملنا احنا كطهات. فحبيت اقدم هذا الشيء للعراق او يشوفون وقت كرمك وزير السياحه الاردني. وقتها كرمني وزير السياحه الاردني اكيد، وايضا رئيس الاتحاد العالمي للطهات توماس شفته سيد توماس، وايضا توماس. محمد البراق رئيس الجمعيه السعوديه. طبعا حصلنا على هاي اللوحه الفنيه والميداليات الذهب واكيد عدد من الشيفات، والحمد لله وشكر كان رئيس الوفد اللي هو المحكم الدولي الشيف فراس، شكرا له طبعا. والله خجلتنا انا هسه ذكرت انا رئيس وفد طبعا اكيد وقت تعبتنا دمرتنا. اكيد انت طيب. ليل ونهار يصعد قاسم ينزل فراس، يصعد فراس ينزل انمار. مو اكيد مهرجان كلش كان صعب. كان الكل حط ايده بهذه القطعه واخذها وحصلنا بها على ميداليه ذهبيه، وشكر وتقدير من وزير السياحه الاردني وايضا من توماس صح. رئيس الطهات العالمي. نعم. شوف الصوره الثانيه. شوف الصوره الثانيه. هاي ايضا كنا ماخذين صوره جنبها الشيف قاسم والشيف فراس القيسي، الشيف الشيف الفتلاوي والشيف نعيم ابو القاص والشيف علي النعمان طرابلسي والشيف انمار. صح. هاي كلهم عراقيين باستثناء الشيف علي النعمان اللي هو من لبنان الشقيق. يا ريت الصوره اللي بعدها. هاي الايام كانت ايام الانجازات. اكيد كثير انجازات عندنا، وان شاء الله تكون انجازات جديده. ان شاء الله تكون انجازات جديده بالعراق، واكيد ان شاء الله تكون باشرافك شيف فراس. الله يوفقك ان شاء الله، اذا الله طانا عمر ما نقصر تعرف ان شاء الله. طبعا هذه وين نحكي لنا؟ هاي اشتغلناها بلبنان. المهرجان كان مسمى الطير الافنيقي. اي فنيقي نعم. فحبيت اسوي الطير الافنيقي رسمه بشكل كلش راقي، والحمد لله وشكر رسمت الطير الافنيقي وشلون من ينفخ النار وشلون يصير الكره مالت النار وشلون تبدي الخضار مالتها، والحمد لله وشكر السماء حبيت ارسمها بهذا اللون، واسم العراق سويته بعد تشوفوا امامكم حلو. اللون الاحمر ها؟ اكيد الاحمر هو العراق دوما احمر يخبط. واسم لبنان والارضيه مالته صارت كلش حلوه كانه. شنو المواد اللي استخدمتها بهذا المواد اللي استخدمتها شيف فراس تعرفها كلش زين، اللي هي جيلاتين بوقتها نعم. والكاستر والمحلبي والمبروش الابيض واكثر شيء الالوان، يعني حبيت استخدم اللي لازم اعطي كل شيء تعطي لونه. اي اعطي تموج بالجناح او بالراس او بالذيل مال الطير الافنيقي. الحمد لله وشكر طلعت بهذا الشكل. هاي طلعت بها النتيجه هاي؟ طلعت بها اخذت الدرع المهرجان وبعد وميداليات الذهب. وزعلت علينا بعدين. زعلت يعني كلش زعلت فيها، لا ما زعلت فيها، زعل اخوه ان شاء الله. وبعد اكو شغله مفاجاه، مقطع فيديو استاذ امير ممكن؟ نعم.
طبعا صاحب الانجازات نعيم ابو القص، اكبر احجام الكباب والشاورما مشتغلها، لكن هذا الموضوع شويه باختلاف. موضوع شويه باختلاف. يلا فاجئه ها. كلش مشوق لهذا الفيديو اني، هذا الفيديو يتفاجئون المشاهدين به. اصغر شيش قص. طبعا انا شهر كامل اشتغل بالشوايه هاي، يا ما تخرب يا ما تسوي. مشكله روح كربلاء هاي الشوايه اوكي، لا هاي ايوه دز لك اياها. نعيم راح له بالشوايات وجبنا اي والله بالشوايات. تعبت كلش. راح نشوف هذا الفيديو مشاهدينا. شوف هذا الفيديو. هذا اصغر شيش قص، وزن الشيش 200 جرام مو؟ اصغر شيش قص بالكره الارضيه اللي هو الارتفاع مالته 10 سنتيم. نعم. قد باكيت الدخان. نعم. هاي الشوايه اشتغلتها على الفحم. نعم. فمن اشتغلناها على الفحم باكيتها الشيش هاي شوف باكيت الدخان قاسوش. نعم. شيف قاسم. نعم. تحياتي له وجه السلامه له طبعا. فبوقتها كثير من الشيفات متواجدين واكيد انت على راسهم كنت. الله يوفقك. فاخذت المملكه الطاوله الملكيه فعرضت اصغر صمونه هم بجانب الشاشه مثل ما تشوفون. نعم شويه بعيده هي بتصل فهي طول الصمونه 8 سنتيم والشيش كان 10 حجرية. سنتيم. طولها صمونه حجريه. والشيش طوله 10 سنتيم بوزن 200 جرام. اي نعم. طبعا وقتها سوى ضجه عندنا بالمهرجان لان كان اكو حكام دوليين كثير اجانب تفاجئوا تفاجئوا بهذا المنتج. هاي الشوايه اشتغلتها تصنيع يعني بدايه. انا نسيت اقول لك تجيبها وياك. اي والله ما ادري لا ادري. ان شاء الله بالحلقات الجايه. ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله. اي والله فانا سويت لها هناك هسه من تجي تشوفها بالمحل سويت لها شيء متحف لها خاص. ما شاء الله. اي والله. هي كل ذكريات هاي. يعني كل ذكريات. طبعا اكيد. الله يوفقك. ولمسات العراقيين هاي. اكيد. ورفعت راس واتمنى أنا من خلال قناتكم يعني اتمنى كل طاهي عراقي يطلع خارج العراق يحب يقدم في شيء حلو يليق بالعراق. مهرجان العراق الدولي ايش راح تسوي به؟ والله ان شاء الله تدري بي انا صاحب مفاجات. يلا يا الله. خادمك يا الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، احنا هسه الرز عندنا وصل هنا مرحله متقدمه بالاستواء. عندنا الفطاير ايضا اخذت الاستواء بشكل جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بس عليك اياها. بسم الله. بس وايد افتحها. بس تقدر الحين اي خلينا بس قعدنا من شوي ملتصقه. اوكي ارفعها. هاي صار لي ثقب من جوا يمكن ونزل دخان الدخان أكيد. بيها. اكيد ماكو هسه مشكله. عندنا هاي؟ بالجبن او بالشيء. بالنسبه خلي للطاوله ذول مالتك. الاثنين. نعم. خلي الاثنين بعد. اي. يلا. مشاهدينا الكرام، احنا عندنا الرز هنا الخاص بالمندي صار جاهز. يحتاج دقيقتين او ثلاثه فقط نقلبه حتى يكمل ويتهدر او يهدأ مثل ما نقول بالعاميه احنا. خليني بس اقلب. بسم الله الرحمن طبعا نسينا نوجه تحياتنا للشيف اخوتنا من الاردن الشيف منى بكير، نقولها لك لمسه في هذه التفاصيل وحضور مميز ايضا كان. صح. شكرا جزيلا لك، دائما داعمه للجهد العراقي انت وكل اخواتنا واخواننا من الاردن الشقيق. احنا هسه عندنا المندي صار شبه جاهز، يعني تم ننتظره فقط يتهدر يكمل تهدير حتى بعدها راح نبدا نشتغل عليه عمليه التدخين او نضيف له الدخان. انا عندي هنا اكو موجود قطعه من الفحم. ايش راح نسوي قطعه الفحم؟ راح نفتح الحراره اسفلها حتى تبدي عندي تنطبق او تستوي، وبالتالي راح نطلع من عندها دخان المندي اللي او تدخين اللي خاص بالمندي. راح ندخن اللحم وندخن الرز ايضا حتى يكون عندنا كامل وجاهز. احنا هسه بعد ما مثل ما تشاهدون نشف عندنا التمن وتركناه يتهدر، راح نضيف اللون، لون الزعفران ونكهته. لون الزعفران ونكهته بهالشكل هذا.
هذا لون الزعفران ضفناه، ونكهة الزعفران ضفناها في داخل القدر. ايش راح نسوي هسه؟ راح نبدا نغطي ونخلي التمن يتهدر على راحته. طبعا انا عندي هنا مثل ما تشاهدون قطع اللحم، اللحم انا ممكن اخذه ايضا اخليه بهالطريقه مطبوخ كامل 100% وماخذ طعم الزعفران ونكهه الزعفران، لكن انا اريد هسه كل شيء يصير عندي جاهز كامل حتى بعد نبدا عمليه التدخين. شيف نعيم ها شنو؟ مثل ما تشوفون هي طماطة نعم. وجبن وخيار وزيتون. حبيت اسويه بهذا الشكل اللي هو الله اكبر، علم العراق. علم العراق. عاش سيدك. ان شاء الله عجبك. والله جميل جدا، عاش سيدك. اكيد هو الطبق اللي عندنا احنا بالعاميه يقول العين تاكل. صح. فاكيد العين تاكل. ويعتبر ايضا كماده مرافقه عندنا للفطور الصباحي. اي نعم. بعد هم مخيرين عصير او شاي، بعد شيء خاص لهم. نعم. شاي عليكم اكيد. اكيد. تدلل. احنا هسه مشاهدينا الكرام عندنا الفطائر اول اثنين خلصت، وعندنا اثنين داخل الفرن ننتظر يجهزن ان شاء الله. عندنا التمن صار جاهز واللحم جاهز، فقط ننطي عمليه تدخين سريعه بعد قليل، بس شويه تاخذ عندي تحترق قطعه الفحم، وايضا عندي دجاج داخل الفرن حتى يكمل تحميره. احنا خلونا هسه نذهب الفاصل، بعد ذلك نعود نتواصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا مراحل متقدمه بالطبق. عند المندي صار جاهز، راح نبدا ندخنه. ونعيم بديت تسوي الفتوش. فتوش بدون خبز راح نسوي، ها؟ فتوش بدون خبز. يعني بساطه خشنه. نعم. اي هسه طماطه، خيار، خس. طبعا. عندك فجل احمر مخليه؟ فجل احمر. احب الفجل اني نعيم. اي اكيد. طبعا الفجل هو حسب رغبات على فكره مشاهدينا الكرام، اللي ما يعرف فوائد فجل، اهم شيء بانه مقوي لعضله القلب. نعم صح. وبشكل مباشر. خلينا نشوف. عندي دجاج هنا يعني انطبخ تماما، لكن يحتاج انه يتحمر شويه اكثر. وعندي الفطاير صارت جاهزه. خليني ادخل الدجاج في داخل هذا الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ عليه عملية تحمير سريعة. حطيت فجل مو؟ حطيت فجل. يلا خلي شوية بصل همين. اكيد بصل وفلفل راح. نص هاي الكمية مو هواية، وفلفل أيضا. عندك فلفل هنا همين؟ ما كافي. تحب التقطيع الخشن، ها؟ هي مهاراتنا بعد. هاي كمية بسيطة من البصل. احنا ايش راح نسوي هسه؟ طبعا احتاج نريد نسولف شوية، نريد نسولف على كباب رشة عروق. سولف لي على كباب عروق. عصير. نعيم. الليمون، احتاج الملح. هاي مشاهدتنا اللي زلتها على كباب عروق. نعم. انا ايش راح اسوي؟ راح اخلي هذا الاناء بكميه من الزيت في داخل القدر، قدر تمن. وش راح اسوي هسه؟ احتاج. راح ابدي اخذ القطعه. كاميرا ممكن؟ احتاج الملح. ممكن الكاميرا؟ هاي عندي قطعه الفحم، نزلناها بالزيت وغطينا الان، وراح نترك الدخان مع الرز حتى الرز واللحم ايضا ياخذ تدخين براحته، على هداوه براحته ياخذ التدخين، وبالتالي راح يصير عندنا طعم المندي كامل 100%. احنا هسه خلاص نغلق الحراره اسفل الطباخ، خلص بعد ما نحتاجها. انا عندي هنا اكو الفطاير بدات تاخذ انتفاخها بشكل جيد، بدات تجهز ايضا دقائق تكون جاهزه عندنا. السلطه ايضا صارت جاهزه من يد نعيم، الورده. عمر يا حبيبي. خلاص انا ارفع لك هذه هنا. شكرا. انا ممنون. حبك. هاي بقى بس الخبز المقرمش، لان ما حاسبين حساب الخبز المقرمش، اكيد يصير بالوجه الخبز لا المقرمش. احنا ارتينا تكون سلطه، هي مو فتوش قدر المستطاع. نعم. لانه فتوش اكو عندنا دبس رمان ممكن نضيفه، لكن ما ضفناه. ضفنا فقط الحامض والملح، وهذا شيء جدا مهم واساسي. هسه عندنا كميه دخان عاليه صارت داخل القدر. يا ريت حسين مره ثانيه ترجع تعطينا نظره على القدر. اكو دخان عالي هنا صار داخل القدر عندي، فبالتالي بدا التدخين عندي يصير يلمس اللحم ويلمس الرز ايضا في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم.
عاشت ايدك. بدا عند الدجاج ياخذ تحمير، نعطيه فقط دقيقتين بعد حتى يكون وقت نهايه البرنامج كامل. نعيم ما حكيت لي، نعم. انطيني تفاصيل عن الكباب العروق لو انا سولت كباب العروق لا عادي انا اسولف عليه. يلا. بالنسبه للكباب العروق اللي هو البصل نحتاجه والكرفس. الطماطة. الطماطة حسب الاختيار، لان اذا بقى ثاني يوم راح يحمض اي وما يضيفوا له. شجر بوتيتا. شجر بوتيتا هم حسب الاختيار، هاي امهاتنا طبعا انا اي اتذكر انا امي. احكي شغل امي انا همي. اي كانت الحجيه الله يذكرها بالخير، الله يعطيك الصحة والعافية. رحم الله والديكم. اي فكانت تضيف الشجر لكونهم بارد الشجر طبعا. اي هي تقول يبرد نفس الحكي. اي فاحنا كشيء اساسي هو الكباب العروق نستخدمه اللي هو بصل فريش نثرم مو بالماكينه على مود لا يكون بمي. نعم. ونستخدم البهار اللي هو الفلفل الاسود قليل والكاري. والكاري قليل واللحم كميه قليله من الطحين. والطحين الاسمر. الطحين الاسمر اكيد. نعم. بس لا اكثر ولا اقل. هذا بالنسبه للكباب. بالنسبه للاضافيات اللي تنضاف لها هذا الشيء مو اساسي بالنسبه للكباب. نعم. بالنسبه للحلاوه الشوكولاتيه اي تحكي عليها شيء فرس. اوكي. احنا ناخذ كميه بسيطه من الطحين، كوب او كوب ونصف من الطحين، مقابله كوب او كوب ونصف من الزبد، يعني لازم الطحين يساوي الزبد. نخليه على نار متوسطه لا هادئه ولا عاليه. اكيد. ونبدا نحرك بالطحين الى ان يتغير لونه، يكون اللون اسمر. احنا نسميه الرو بالعاميه او بالمصطلح المطبخي نسميه الرو. من نوصل هالمرحله بيش نطفيه؟ هذا نطفيه برشه فانيلا بسيطه او طعم الشوكليت، بالاضافه الى الشيره سيروب. ويفضل تكون الشيره اذا كانت السكر مالها غامق، يعني مسوين كراميل غامق وضايفين الشيره تكون افضل. نضيف بشكل تدريجي ونحرك، راح تصير عندي عباره عن علكه عفوا عباره عن علكه او تكون شيء مطاطه هيك هي وساخنه وحاره. احنا بعدها ايش راح نبدا نسوي؟ بعد ما تصير عندي جاهزه هاي الحلاوه، قبل ما نفرغها بالاواني نضيف لها بعض التفاصيل اللي هي تكون اختياريه. كان يكون كم قطعه من الشوكليت حتى نعطي نكهه او برش نستله غامقه ممكن ونخلطها وياها. قبل السكب ايضا نضيف ممكن كميه من الفستق الاخضر او الجازو او البندق او الجوز، نكسره مو نطحنه، نكسره ونضيفه حتى يبقى عندنا شكله بارز داخل المزيج. نسكب الحلاوه مالتنا باطباق معينه او قوالب معينه. بعد السكب ايش راح نسوي؟ هنا راح نبدا نشتغل شغل ثاني، يا اما نبرش نستله فوقها على الوجه حتى نزينها بيها ونضيف قطعه من الكرز، او ممكن انه احنا نسوي كراميل سميك، يعني نحمص الشكر الى ان يصير لونه كراميل تمام 100%، ونضيف له كميه مي بسيطه يصير عندي سيروب الكراميل نضيفه للتزيين. وممكن نضيف معاه برش اي نوع من المكسرات اللي احنا نختارها، وانا افضل الفستق الاخضر يكون هو سيد هاي المكسرات في عمليه التزيين. وتتقدم وتتاكلوها بالف عافيه، او ممكن اذا للسهوله نستخدم جوز الهند او البقراش بالنسبه بالعاميه. الفطاير خلصت ها؟ خلصت جاهزه. شو اسمها؟ بالنسبه عندي انواع صارت هي قمر زمان؟ الصباح. قمر الصباح. وعندي الفطار اللي هي اغلبيه العالم تعرفها عرايس، أي. بس اشتغلتها بخبز اني خبز صاج. خبز صاج يقدرون يشتغلوها بعجين عادي، بس انا اشتغلتها بخبز صاج افضل واسرع. اللي هي العرايس نوع ثاني. ان شاء الله قد عجبك. بقى لنا وقت استاذ امير؟ هي الدقيقه راح يطلع عند الدجاج من الفرن حتى بعدها ننزله بالطبق ونسلم على مشاهدينا. واليوم الحلقه كانت جدا ممتعه وياك. اكيد انت حقيقه احنا اليوم المبدع الراقي. الله يوفقك. طلعنا هاي الصور. الابتسامه الحلوه. الله يوفقك حبيبي. اغلبيه الناس يسالون اخوك، قلت لهم اكيد اخوي. اكو شيء بيناتنا. قلت لهم هذا ابن امي، يعني ما اكتب لك تعليقات ابن اي امي. والله ابن امي. قالوا هذا اخوك، قلت امي والله اخوي. والنعم اخ الله عزيز يوفقك. وصديق والنعم. الله يديمك تحياتي. ان شاء الله عجبك هاي الاطباق شيف. والله جميله جدا. هسه أنا هذا العلم العراقي بدي اخذ صور بعد ما نخلص الحلقه حتى انزلها على صفحتي. ان شاء الله. عاش ايدك، هوايه تعبتك كان اليوم. لا بالعكس. بس خلي الدجاج عندي يطلع حتى نكمل تفاصيل حلقتنا ونبدي نسكب ونختم. خلينا نسكب بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا كل شيء مني. اريد اسكب ذيك الجراره هناك. لا جوا العفو. اي جيب هذا. خلينا نبدي شو نسوي؟ نبدي نصب المندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله.
طبعا الريحه ما احكي لكم. تحت التدخين. الريحه تخبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تم عندنا بهالشكل. بسم الله. هاي الفوق. وعندك الوسط هناك ممكن تطلع لنا دجاج شيف نعيم. بسم الله بهالشكل. بسم الله. ناخذ القطعة الأولى من اللحم المحمر. طبعا استاذ امير اليوم مخرجنا هو من البصره، يقول هاي الطريقه ذكرنا بطريقه المشخل البصراوي او البصري، هي قريبه جدا من المندي على فكره، وطريقه ثانيه لطرق المندي وجدا مميزه. نبدي ايضا هاي قطعه ثانيه من لحم المندي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الدارسين حاضر عندنا بالمندي، برز المندي يعطي نكهه قويه جدا. نبي ناخذ ايضا هاي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيف قطعه اللحم ايضا بهالطريقه. بسم الله. صب هنا شيف راس. اي اوكي. بسم الله. بسم الله. الدجاج عندنا مستوي زايد لكن يحتاج دقائق للتحمير، لكن الوقت ادركنا حقيقة. عاشت ايدك. احنا بهالشكل طبقنا صار جاهز. بسم الله. هذا طبق المندي صار عندنا جاهز. قمر الصباح صار عندنا جاهز بالاضافه الى العرايس. نعم. ايضا عندنا دجاج المحشي. الدجاج المحشي عندنا هنا ايضا صار كامل وجاهز، والمندي وحاضر عندنا هنا علم العراق بشكل مباشر في حاضر عندنا بشكل مباشر في الطاوله. وسلطه الفتوش او السلطه المكس اللي هي العراقيه اللي تحتاج الى دبس رمان وتحتاج ايضا الى نعناع اكثر حتى تكون عندنا فتوش بالاضافه للخبز المحمص. شكرا نعيم تعبناك. شكرا لك شيف. نورتنا. شكرا للكادر. شكرا للعراقيه. وفرحتنا كثير شكراً بهذا لك. اللي عرضناه من ماده مميزه جدا لحضورك في لك. المهرجان الدوليه. ننتظر مشاركه ايضا في مهرجان العراق الكبير شكراً لك. الاول طبعا ان شاء الله شكراً في اربيل محاكم الدولي باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بهالشكل اطباقنا صارت جاهزه. اسمحوا لنا نودعكم على امل اللقاء بكم مع حلقه اخرى او في الجمعه القادمه باذن الله وباطباق مميزه اخرى. شكرا نعيم مره ثانيه. شكرا لك. في امان الله.